عمرك سألت نفسك ليه تستثمر في العاصمة الإدارية؟ الفترة دي أي حد حابب يستثمر في العقارات لازم هيلاقي الكل بينصحه بالعاصمة الإدارية، بالذات بعد قرب انتهاء من رسم الملامح الأخيرة ليها. خلينا نتكلم كده ليه المنطقة دي أخدت الأهمية دي كلها. في البداية كده خلينا نرجع لإزاي نشأت العاصمة الإدارية. بدأت فكرة العاصمة الإدارية في 2007، وكانت بهدف نقل الوزارات للحي الحكومي بعيدا عن التكدس. في 2017 تم فتح المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية وبقت أهم وجهة استثمارية في العقارات، وده لأسباب كتيرة زي الموقع الاستراتيجي بين الطريق الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وده اللي بيخليها قريبة جدا من القاهرة ومدن جديدة زي المستقبل سيتي والعبور والشروق. ده غير كده إن هي قريبة جدا من الأقاليم وكل المحافظات. ده غير كده إن كل المشاريع اللي في العاصمة الإدارية تحت إشراف حكومي، وده بيخلي الاستثمار فيها مضمون جدا. ده غير كده البنية التحتية القوية اللي بتشمل كل المرافق زي صرف صحي ومية وغاز وكهرباء. ده غير توفير أسعار متناسبة ومتفاوتة تتناسب مع جميع الإمكانيات. ده غير إن كل الخدمات هتلاقيها في العاصمة الإدارية زي مولات زي مدارس زي مستشفيات طبية زي حي حكومي. كل ده موجود في العاصمة الإدارية، يعتبر أهم وجهة استثمارية عقارية في الوقت الحالي. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر وأفضل العروض في العاصمة الإدارية كلمنا دلوقتي.